أسماء كانت عم تنقل الخبر، كانت عم تنقل الحقيقة، صارت هي الخبر. اليوم سؤالنا مش مين استهدف، سؤالنا ليش الإعلامي صار الهدف؟ ده الإعلاميين بالتحديد. أنا قلت برجع بكرر، الإعلاميين هن اللي بدهم يحققوا عدالة شهدائنا وعدالة جرحانا. مطلوب منا كإعلاميين نعلى عن تفاصيل ممكن يغرقونا فيها بعض السياسيين وبعض المحطات. رغم الحزن ورغم كل الظروف الصعبة منكفي منأدي الرسالة ونكتب وننقل الحقيقة لكل العالم، لأنه الحقيقة هي سلاحنا الأقوى حاليا. تغطية الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ولا مرة بنقدر نحس فيها بالأمان نحن كصحفيين ولا حتى المدنيين ولا حتى فرق الإسعاف، لأن الدليل واضح من فلسطين للبنان بكل مرة بيستهدفوا الصحفيين. هذا أقل الواجب أنه نحن نقوم بهذا الوقفة من هذا المكان بالذات، ساحة الشهداء بصيدا، مدينة معروف سعد، مدينة رفيق الحريري، أنه هذه المدينة هي بوابة المقاومة، بتوقف وقفة عز وشرف وتأييد مع أو يعني لهؤلاء الإعلاميين الذين قتلوا بدم بارد عن سابق إصرار وتصميم. نحن هنا في مدينة صيدا وقفة تضامن مع القادة، عميد الإعلاميين أخي وصديقي الحاج علي شعيب، وأختي وبنتي الزميلة فاطمة بتوني، وشقيقها محمد بتوني، كل الصحفيين الذين استشهدوا على يد العدو الصهيوني. ما في رسالة نوجهها، في سؤال نسأله، مين رح نودع بعض؟ كفي. الصوت اليوم أعلى من الخوف، الصوت اليوم هو الحقيقة اللي عم يحكيها. كرمال هيك الإعلامي مش هدف، الإعلامي عم ينقل الحقيقة من ساحة الشهداء بعدسة الزميل حسن الأطرق من صيدا. عروبة كرام، بيروت نيوز.